السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم إن شاء الله كيف العادة كما تشوفوا في سلسلة تحضير مخللات وكل ما يحضر لفصل الشتاء. اليوم إن شاء الله غنوريكم طريقة تجفيف الفلفل الحار وكيفية الاحتفاظ به. كما ترون عندي فلفل أخضر بهذا الشكل، فلفل أخضر حار، وعندي خيط، وضعت الخيط في الإبرة، عندي إبرة بهذا الشكل. الآن سأقوم بإدخال الفلفل في الخيط بهذا الشكل كما تلاحظون. سأدخله من هذا الطرف وأخرجه من الطرف الثاني. طريقة سهلة وبسيطة، أتمنى أن يكون واضح الفيديو. بهذا الشكل كما تلاحظون، فقط بهذا الشكل سأدخل جميع الفلفل عندي في الخيط، ثم سأقوم بتعليقه في السطح أو في البلكونة، في أي مكان يكون مشمش، يعني إخراجه للشمس. هذا هو شكل الفلفل كله كما تلاحظون. قمت بإدخاله في الخيط، طبعا ليس خيط واحد، قمت أنا بتقسيمه بهذا الشكل، كل على خيط بهذا الشكل. طريقة سهلة وبسيطة. الآن سأقوم بإخراجه إلى البلكونة تحت الشمس، وسأتركه لمدة تقريبا لا أعرف، يعني حسب الشمس، لمدة من 15 يوم إلى 20 يوم. المهم لأن يجف تماما ويصير يعني جافا جيدا. ثم سأدخله بهذا الشكل كما تلاحظون. هذه الطريقة يكون استعمالها لأي تجفيف لأي من الخضروات، مثلا الفلفل الحلو، أي يعني هكذا كما تلاحظون. قمت بتعليقه في البلكونة بهذا الشكل تحت الشمس، وسأتركه الآن حتى يجف تماما ثم أدخله. بعد مرور تقريبا 15 يوم لقد قمنا بالأكل منه. بعد مرور تقريبا 15 يوم صار عندي الفلفل بهذا الشكل كما تلاحظون، تغير لونه، صار أحمرا، وصار كما تلاحظون مقرمشا، يعني كما تلاحظون بسهولة ينكسر عندي بهذا الشكل. الآن سأقوم أنا بطحنه. أنتم لكم الاختيار، يمكن طحنه أو الاحتفاظ به بهذه الطريقة، فقط الاحتفاظ به في مكان جاف، يعني ليس مكان رطب. الآن سأقوم بطحنه في الطحان الكهربائي أو أي طحان خاص بالطحن البهارات أو أي شيء. فقط أود يعني بهذا الشكل كما تلاحظون. الآن سأقوم بطحنه وأريكم طريقته. كما تشوفون هذا السوداني، هذا هو الشكل النهائي اللي نقدروا نسموها السودانية، أي الفلفل الحار. عندما قمت بطحنه صار بهذا الشكل. الآن سأحتفظ به في هذه الطاسة، يعني من زجاج، ثم أتركه في مكان جاف. وبهذا ينتهي الفيديو. أتمنى إن شاء الله أن يعجبكم الفيديو، وتتركوا لي اللايك، اشتراك بالقناة لكي تتوصلوا بكل جديد، واتركوا لي تعليق. ودمتم في رعاية الله أحبائي الغاليين.